طبعا اسرع حاجة عند اي ست مصرية بانيه ومكرونة. النهاردة هنعمل بقى البانيه بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا وشكل جديد خالص، وكمان هتعجب الولاد جدا جدا جدا. وعايزة اقولك بقى لو حطيتيها في سفرتك كده هتشرفك وترفع راسك. يعني من الاخر كده وجبة متكاملة حلوة جدا. النهاردة بقى معانا الكوردون بلو. كوردون بلو بنستصعبه، بس هقول لكم على طريقه حلوه قوي وبطريقه سهله جدا. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل يشترك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان يوصل له كل جديد، ويعمل لي اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. تعالوا بقى نشوف البانيه هنعمله ازاي، ونصبح الاول كده. ده نسينا نصبح عليكم يا جماعه. يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ لو لسه اول مره تشوفوني احب اعرفكم بنفسي، انا رندا ودي قناتي على اليوتيوب. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. انا نزلت كده لبتاع الفراخ وقلت له عايزه كيلو ونص بانيه استرتش. لو بتاع الفراخ قالك انا مش عارف استرتش، قولي له عايزاه بانيه مفرود الصدر كله، وانت بقى ايه اتعاملي زي ما انا بتعامل كده. انا بجيب كيس سندوتشات واحط فيه حته البانيه وابدا ادق عليها، او بالنشابه دي ابدا افردها. طب بتعمليها ليه كده يا رندا؟ علشان لما نلفها رول ما تبقاش لحم الفراخ تخين او حته البانيه تخينه وتقرفني بقى في السوا، وممكن تبقى نيه، ممكن تبقى تخينه كده شكلها مش لطيف. ما انا عايزاها رفيعه وسمكها حلو. ما هبدأ بقى افردها كده زي ما انتوا شايفين بالراحة خالص، علشان كمان الصدر ما يتقطعش مني. او ممكن تدق عليها بايد هون بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. شايفين الصدر اتفرد خالص ازاي؟ يعني عايزه افهمكم اللي بقت رفيعه جدا جدا، وكمان بيديكي مساحه كبيره قوي في حته البانيه. نبدأ بقى نعمل كله. انا كنت عملت الكيلو ونص، كان عندي عزومة وقلت ايه هعمل كيلو ونص. وممكن كمان تعمليه بالطريقة ديت وتلفيه وتفرزيه في الفريزر وتجر منه على الآلية على طول. عايزة اقول لكم بجد بجد هتنسوا كل البانيه القديم ده، يعني مش هتفكري تعمليه تاني ابدا. بصوا بقى، انا كنت جبت معايا هنا بصلتين كبار وطماطميتين كده، وهحطهم في الكبة وهبدأ احط عليهم ملح وفلفل. تمام، وهضربهم حلو قوي واتبل البانيه كويس جدا علشان كمان يبقى طعمه حلو، ولما اجي اسويه يبقى كمان مستوي حلو. والملح هنا بيديله كمان ايه، يعني يعتبر تسوية. واحطهم بقى في التلاجة ساعة ساعتين. عايزة تبيتيه بيتيه، يبقى انت كده ايه كسبتي فيه ثواب كمان. تمام كده اهو. انا هنزل عليه الخليط اللي هو الطماطم والبصل، وابدا احط عليه نقطتين خل. وهنا الخل كمان هيخليه يستوي بسرعه جدا جدا، وما يبقاش ني معاكي لو انت استعجلتي عليه في القليه. تمام. طيب ايه الحشوه بقى يا ست رندا؟ هو المفروض يتحشي لانشون سلامي، بس انا جبت لانشون حلواني عادي جدا، وجبت جبنه موتزاريلا. دي جبنه موتزاريلا بالاكياس. عايزه اشتري السايبه مفيش مشكله، عايز تعملي ميكس جبن مفيش مشكله. اللي انت عايزاه، عايز حطي اي نوع جبنه حطيه اللي انت حباه. انا بحب الموتزاريلا عشان بيديني مطه كده شكلها لطيف قوي بتعجب الولاد. ومعايا ورق استريتش. لو ما عندكيش ورق استريتش استعملي اكياس سندوتشات عادي جدا، مفيش اي مشكله. خلاص كده الموضوع سهل جدا لغايه دلوقتي وبسيط. انا بقى كنت طلعت البانيه من التلاجة بعد ما اتبل حلو قوي قعدته ساعتين، ورحت بقى جايبه كده ايه الصدر وحطاه على ورقه الاسترتش، وهبدا احط فيه شريحتين لانشون كده. ما تحاوليش تكتري في الحشو قوي علشان ما يقرفكيش وانتي بتبرميه. واحط بقى شويه جبنه موتزاريلا كده. بصوا انا قللت الحشو كمان علشان انا مش عايزه الحشو يطلع بره، انا عايزه كله يبقى مستخبي كده جوه حته البانيه، وما ينطرش مني في الطاسه ويبهدل لي الدنيا. وتبداي تبرميه تضغطي عليه قوي 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 كده. شايفين بقى عامل ازاي؟ وتبداي بقى تقفلي بورق الاسترتش. على فكره ورق الاسترتش مش غالي خالص ومتوفر في اي مكان، سوبر ماركت. الناس اللي بتبيع الاكياس والشنط والحاجات دي هتلاقيها عندهم. بيقعد معايا فترة طويلة وبستعمله كتير جدا جدا في المطبخ. شايفين بقى شكل الرول بتاع البانيه عامل ازاي؟ ببدأ بقى ارصصه في صينية او طبق كده، وابدأ احطه في التلاجة. بسيبه في الفريزر. انا بسيبه عامة يوم كامل، بس لو انا مستعجلة عليه مثلا زي النهاردة كده في الفيديو، ما انا بحطه مثلا 3 4 ساعات لما يمسك نفسه كده، علشان لما اجي اقطعه ما يفرفتش مني والحشوة اللي جواه تقع. شايفين اهو.
انا حطيته في الصينيه كده وهبدا احطه في الفريزر. حطيته بيني ساعتين كده مش فاكره، او بس ساعتين 3 يعني. يعني انت ممكن تعمليه الصبح وعلى الغدا يكون معاكي بقى حلو. شايفين بقى ماسك نفسه ازاي؟ او ماسك نفسه كده. ولما اجي اقطعه مش هيتعبني خالص. تبداي بقى تفك الاسترتش اللي عليه، هتلاقيه بالشكل الجميل ده، مبروم حلو جدا. وعلى فكره ده كان صدرين في بعض، بس انا لحمتهم عشان ما هقدرش كمان استرتش ويبقى سهل معايا وقت ومجهود. شايفين اهو؟ بصوا الحته اللي في النص دي اصلا ده كان صدرين. شايفين لما تقطع سهل جدا. شايفين بقى منظر الجبنه واللانشو؟ حاجه كده وهم. كمان هيعجب الولاد جدا جدا لو في رحله او في نادي او خارجه بره البيت. مش قادره اقول لكم هيخطفوه منكم كده. انا خلصت كل الكميه وهبدا بقى احضر ايه اللي انا احمره. جبت بقى معايا ايه شويه دقيق، وجبت بيض، وجبت ايه فيجيتار. الدقيق معلوش اي حاجه، انا ما بحبش احط عليه نشا، ما بحطش عليه اي اضافات. هو بس البيض بحط عليه ملح وفلفل وخلاص على كده. هبدا اول حاجه احطها في الدقيق، وبعد كده اسقطها في البيض، وبعد كده في الفيجيتار. طبعا انا لو عايزه افرزه بجيب الطبق اللي هو الطبق اللي بيجي فيه اللانشو والجبنه والحاجات دي. واقوم حاطه بقى ايه كميه مثلا 10 حتت على حسب ما انا عايزه احمر، والفهم بورق الاسترتش واشيلهم في الفريزر. عايزه اقول لكم ساعات بعمل كميه كبيره واشيلها في الفريزر بتقعد معايا وقت طويل جدا. قبل ما احمرها بطلعها 10 دقايق تفك واحمرها بتبقى تحفه. دي كانت الكميه معايا، كمية كبيرة جدا حلوة جدا. انت لو عملتي كيلو ونص بانيه مش هيطلعوا بالكمية دي خالص ولا بالشكل ده. طبعا ده الطبق اللي بقول لكم برص فيه، ارص عليه مثلا 10 حتت 15 حتة، والفهم بورق الاسترتش واشيلهم في الفريزر اسبوع 10 ايام زي ما انا عايزة، واطلعهم على التحمير. طبعا جبت طاستي طبعا من الفرن كالعادة، اللي هي الطاسة بتاعت الآلية اللي بتبقى موجودة في الفرن، وحطيتها على البوتاجاز. وهبدأ بقى اللي انا اغلي الزيت حلو جدا، وابدأ انزل القطع. ما حاولش املى الطاسه قوي عشان يبقى فيه مساحه ان هو يستوي، ويا ريت يبقى زيت عميق علشان ياخد على الاقل نص البانيه متساوي من فوق ومن تحت. تمام كده، على عين متوسطه الحراره عشان مش عايزاه ياخد لون بسرعه ويبقى من جوه ني. شايفين لونه؟ انا عايزه اللون الذهبي دوت الجميل. على فكره كان لونه افتح من كده بس الفيديو يعني مغمقه شويه. اهو انا كنت خلصت الكميه كلها حمرتها. طبعا لو مش هتحمريها زي ما قلت لك شيليها في الفريزر، هتوفر معاكي وقت ومجهود جامد جدا. الكوردون بلو حاجه كده شيك، حاجه طعمها حلو قوي. جددي في اكلك وجددي في حاجاتك وما تقفيش عند حاجه معينه، وجددي كده ونوعي. وخشي كده جربي وهاتي حاجتك وجربيها، هتعجب ولادك جدا جدا جدا، وهتشرفك كده وسط الناس اللي هتقدمها لهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. والحياة اسهل مع رندا وبس. وانتظروني في فيديو جديد، وهتوحشوني جدا جدا، وباي باي.